السلام عليكم. القضيه ديال اليوم ما فيتش عليها بزاف، تقريبا دابا شي 3 شهور، ديال واحد الشاب مغربي اللي سميتو مروان السويدي. مروان في العمر ديالو 25 سنه، ساكن في فرنسا. نهار 21 في شهر شتنبر خرج عند شي صحابو، قال العائله ديالو انه غيدوز معاهم ديك النهار وغادي يرجع. فاش وصل عندهم غادي يصيفط لهم واحد الميساج، يصيفطوا الاب ديالو، ماشي من النمره ديالو وانما من النمره ديال داك الشخص اللي مشى عنده. غادي يقول لي راني بخير وراني غادي نبقى شي ايامات مع صحابي وغادي نرجع. هاد صحاب مروان ما ساكنينش في البلاصه فين ساكن مروان، لان مروان كاين في النواحي ديال باريس وهاد صحابو كاين في واحد البلاصه سميتها سان جيرمان. والسبب اللي خلى مروان انه ما صيفطش من التليفون ديالو، قال الاب ديالو ان تليفوني دابا راه طاح لي وتهرس، وفاش غادي يصايبو قال لي بلي راه غادي يتصل به. العائله ديال مروان جاه الامر عادي جدا، لانه انسان راشد وعادي جدا انه يمشي عند صحابه يقصر معاهم ولا يجلس معاهم. المهم العائله ما بدات كتشك في الغياب ديال مروان حتى نهار 1 اكتوبر. والحاجه اللي خلاتهم يشكوا هو انه كان عيد ميلاد ديال واحد من العائله، هو مولف دائما اي واحد من عائلته كيبارك ليه عيد ميلاد ديالو، وحيتاش ما عيط ما والو، هنا غادي يشكوا، غادي يقولوا هادشي ماشي طبيعي. غادي يحاولوا يعيطوا من داك الرقم او لذاك الرقم اللي عيط منه مروان نهار مشى، وغادي يجاوبهم داك السيد قال لهم مروان بقى عندي 3 ايام. نهار 26 شتنبر مشى بحالته لباريس لانه باغي قد او يصايب التليفون ديالو. العائله من بعد ما سولات عند صحابو كامل اللي كتعرفهم وما عليه حتى شي خبر، غادي يقرروا انهم يديروا بلاغ عند الشرطه. فاش بلغوا عند الشرطه ما قصروش من جهدهم وبداو البحث على مروان. من بعد شهر ونص على الاختفاء ديال مروان، الشرطه الفرنسيه غادي تلقى الجثه ديالو فين مخبيه في واحد الصندوق ديال البلاستيك تحت واحد السنسور ديال واحد العماره. اصابع الاتهام كانت على 2 ديال الاشخاص، هما جيريمي اللي في العمر ديالو 29 سنه ومريم اللي في العمر ديالها 31 سنه. هادو هما اخر الاشخاص اللي شافوا مروان. والنمره ديال جيريمي هي اللي عيط منها مروان فاش مشى قال لعائلته غيدوز شي ايامات عند صحابو. الاعتقال ديال هاد 2 الاشخاص كان في واحد الباركينغ، من بعد ما راقبوه انطلاقا من الرقم ديالو وعرفوا فين كاين. وعلى حسب تصريحات ديال الشرطه فاش هاد جيريمي هذا كان هادئ جدا فاش كان اعتقلت الشرطه، فحال كان كيتسنى داك النهار. بالنسبه للصديقه ديالو فاعترفت قالت لهم راه في الايام الاخيره كان ماشي هو هذاك، كان كل مره كيطلع على الطوموبيل ديالو فين حاطها وكان التركيز ديالو مشتت تماما. جيريمي غادي ينكر نهائيا في الاول انه قتل مروان، قال لهم باللي راه اخر مره شافو نهار 26 شتنبر وراه مشى بحالته وقال لي راه غادي يلقى التليفون ديالو. ولكن من بعد جيريمي غادي يقول لهم راه ماشي قتلته بالعاني وانما كنا مضاربين وداك الشجار ودى انني ندفعو وبسبب داك الشيء طاح ومات. ولكن تقرير ديال الطبيب الشرعي غادي يقول العكس، قال ان مروان تعذب لايام، ماشي غير مات جي طاح ومات وانما تم التعذيب ديالو بالضرب يعني التعذيب ديال الايام من نهار يعني مشى حتى نهار 26 هي تقريبا يعني الوقت الوفاه ديالو. وقالوا انه مات يعني تشنق، يعني شي حد شنقو حتى الموت من بعد ما تعرض للعنف اللي او تعذيب مطول. جيريمي غادي يقول لهم بلي انا من بعد فاش مات مروان غادي يبدا يعني كان حاطه في الكفر ديال الطوموبيل، وكل مره فين كيحطو، مره حطوه في واحد الكراج ديال واحد من العائله ديالو، وكان مره كيهزو في الطوموبيل وداك يعني كيحطو في الكفر ديال الطوموبيل وكيمشي بديك الطوموبيل الخدمه وكيجي بها، يعني لمده ديال تقريبا ايام حتى بدات الريحه ديال الجثه ديال مروان كتعطى. فاش يعني ما بقاش بامكانه انه يبقى مخبيها، غادي يقرر انه يستغل داك التعفن ديال الجثه وغادي يجيب واحد الصندوق ديال البلاستيك، ما عرفش الشكل ديالو الشرطه ما قالش، المهم كان ديال البلاستيك وغادي يدير فيها الجثه. جيريمي ما اكتفاش غير انه قتل مروان وبدا كيدور به الجثه ديالو لايام، وانما استغل ايضا انه كيفهم السنسورات وغادي يمشي بداك السنسور ديال العماره فين ساكن،
غادي يقعد واحد البلاصه لتحت وغادي يحط فيه الجثه ديال مروان. ولكن الروح عزيزه عند الله، وتم اكتشاف الجثه ديال مروان من بعد شهور على الاختفاء ديالو. العائله ديالو اعلنت في تويتر على الخبر المحزن ديال المقتل ديال الابن ديالهم، وكيطالبوا بالعداله لمروان. بالنسبه لجيريمي فهو متهم بقتل وتعذيب مروان السويدي، وايضا الصديقه ديالو كيشكوا انها عاوناته، بالرغم انها قالت لهم انا ما عندي حتى شي صله به، ولكن كيشكوا انها هي اللي منعت مروان يخرج، وخلت انه عاونت جيريمي انه يعذب مروان لايام قبل ما يقرر انه يخنقه ويدي الجثه ديالو لديك البلاصه فين تلقات. ولحد الان باقي التحقيق مستمر، لان القضيه جديده ومازال التحقيق فيها، مازال المحاكمه ما بداتش، وحتى المتهم باقي متشبت انه ماشي عذبه وانما فقط كان حادث. وهنا كتسالي القضيه ديالنا. بسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.